السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم بفيديو جديد. اليوم إن شاء الله وصفتنا هي صوص الشوكولاتة الرهيب هذا اللي تشوفوه بدون ما نستعمل بيه خلاط وبدون ما نخلي على الطباخ، بمكونات كلش بسيطة واقتصادية. أول شي عندي هنا كوب سكر باودر، هذا سكر أنا طحنته بالمطحنة أو فنجان مو كوب، وأضيف له فنجان نفس الكمية من الحليب الباودر، وعندي هنا فنجان من الكاكاو المر اللي لونه فاتح يعني مو غامق. أخلط هاي المواد الجافة الثلاثة اللي ضفناها. طبعا المكونات انتو ممكن تضعفوا، أنا هنا استعملت فنجان، انتو استعملوا كاسة يعني أي حجم انتو حابين ممكن تستعملوا، جلاس كوب يعني أي شي عندكم. هنا ضفت بنفس الكمية نفس الفنجان، ضفت مي عادي يعني مو لا حار ولا بارد. أضيف المي وأخلط شوية شوية إلى أن يندمج عندنا المي ويا هاي المكونات اللي ضفناها. وآخر شي نضيف زيت، ضفت نص الفنجان زيت وأخلط. بعد ايش تردون يعني أسهل من هاي الصلصة؟ ماكو، ما أعتقد أكو أسهل منها. يعني حتى ما احتاجين خلاط ولا احتاجين نخليها على الطباخ، والمكونات مالتها همين قليلة. بالبداية تبين عندكم انه الصلصة خفيفة، بس بعد ما نزين بيها الكيكة ونخليها بالثلاجة تبرد عندنا وتتماسك شوية. اكيد انصحكم تسووها لان اسهل صلصة شوكولاتة هي هاي. هنا صارت عندنا هي هاي الكمية اللي سويناها. المكونات قليلة بس تكفي انه تزين لنا كيكة. وهنا شوفوها بعد ما خليتها بالثلاجة، شوفوا شلون شوية صارت الصلصة عندنا ثقيلة. طبعا انتو تتحكمون بالسماكة مالتها، ممكن تقللون كمية المي اللي خليناها وتخلوها نص فنجان بس يعني مو فنجان كامل. هنا زينت بيها الكيكة، واكيد هاي الكيكة شفتوها بالفيديو السابق. اكيد صار عندكم الكيكة وصار عندكم الصوص، يعني بعد ما عندكم اي حجة تقومون هسه تسووهم وتطبقون هاي الوصفة وتكتبولي شلون طلعت وياكم. وممكن إذا حبيتوا تضيفون أي نكهة للصلصة يعني تخلون نكهة الكراميل. نكهة الكراميل طبعا كلش طيبة ويا الشوكولاتة، أو تخلون شوية نسكافيه، تخلون فانيلا. إن شاء الله تكون عجبتكم وتجربوها، وألف عافية.